السلام عليكم متابعين هدهد للطبخ. تعالوا اليوم نسوي أنا وياكم مقلوبة اللحم. طبعا هذا اللحم بالبداية غسلته وقطعته وسلكته وبعدين حمسته وضفت عليه بصل وملح وبهار وكركم وكاري كمل. وهسه هذا أول ما نخليه هو بالبداية بالجدر، بعدين نخلي الطماطة، هم قليت طماطة دوائر نسويها، نخلي الطماطم مباشرة فوق اللحم عمود من نقلبها السوائل مال الطماطة تتشرب بالتمن. وهنا ايش تحبون تخلون خضار بكيفكم. انا قليت بوتيتا، بس خلي بوتيتا بعدين الباذنجان كله مقلى وكامل، بس يعني اصفط المواد مالتي. وهنا اللي يحب يخلي قرنبيط او بروكلي، انا خليت بروكلي سلكته وقليته فشي بسيط، يعني حمسة بسيطة. وهنا آخر شي جزر وبازاليا. وهسه آخر شي أضيف التمن. بما إنه المقلوبة مالتي على لحم، أنا سويت التمن على السوب مال لحم عندي ضامته، فسويته عليه وضفت له قليل من الكركم. عمود يعطي لون حلو، هذا اللون اللي قدامكم دا تشوفونه. هسه بعد ما كملنا نحاول نساويه، شوف شي ربخة شوقة بأي شي يعجبكم، واضغط عليه هيك، مو كلش حيل مرد، بس ضغطة خفيفة يعني. عمود من تقلبونه يعني نحاول انه نطلع على شكل قالب. هسه بعد ما كملته ما بقى شي للفطور، شي بسيط راح اخذه واخليه على نار هادئة كلش بسيطة، واتركه يتهدر على كيفه، وبعدين اصبه واشوفكم اياه.